نستطيع القول أن هناك في الوقت الحاضر وحدة في الخطاب السياسي الكردي. هناك معوقات كثيرة لوحدة الخطاب السياسي. هناك معوقات يتعلق بطبيعة الأحزاب السياسية، إن كانت على المستوى البنيوي أو الأيديولوجية التي يعتنقونها، أو إلى العلاقات الإقليمية والكردستانية. هذه كل صعوبات، لكن موضوع الحالة التي نحن نعيشها الآن في سوريا يتطلب وضع استراتيجيات ووضع سياسات للتفاهم بين القوى السياسية. دون ذلك لا يمكن وحدة الخطاب السياسي. الظروف في كردستان تركيا تختلف عن الظروف في سوريا. الظروف في كردستان العراق تختلف عن الظروف في سوريا، بمعنى كل جزء من كردستان له خصوصيته وله مصالحه وله علاقاته، وبالتالي هنا في كردستان سوريا يتطلب الاستقلالية في القرار السياسي. إذا ما كان هذا الفصيل أو ذاك يريد أن يخدم هذا الجزء، أن يخدم هذا الشعب، ولا يمكن فصل الشعب الكردي عن بقية المكونات. وبالتالي هذا يحتم على أي فصيل سياسي يريد أن يخدم شعبه أن يفكر باستقلالية. هذا لا يعني أن قطع العلاقات والصلات مع الدول الكردستانية الأخرى، لا بالعكس، يجب أن تكون هناك علاقات جيدة متينة على أساس المصالح والاحترام المتبادل. أما السياسة التبعية يبعدنا عن وحدة الخطاب السياسي، ودون ذلك لا يمكن التقدم لتحقيق مطامح الشارع الوطني وبشكل خاص ما يريده الشعب الكردي في سوريا. عند هذه الاستقلالية يمكن التوصل إلى استراتيجيات وسياسات تعكس الحاجة هنا في هذا الجزء من كردستان، وهذا ما سوف يوحد هذا الخطاب، وهو الذي سيسهل تعاون الأصدقاء الشعب السوري، أصدقاء الشعب الكردي، القوى الدولية المعنية في المسألة السورية، ستسهل العلاقات معها، وبنفس الوقت سيكون حاجزا وعائقا أمام تدخل القوى المعادية والقوى الإقليمية التي تطمح في الأراضي السورية. بالتأكيد كان النظام السوري سابقا تأثير واضح على الخطاب السياسي الكردي، لكون النظام كان نظاما شموليا ديكتاتوريا وشموليا، وبالتالي كان له تأثير كبير. اليوم لم يعد ذلك التأثير على الخطاب السياسي الكردي، لكن الأوضاع المتلبدة في المنطقة، الأوضاع غير واضحة لمستقبل سوريا، وخوف بعض القوى السياسية بعودة النظام، وهذا لا يمكن أن يعود النظام كما كان في السابق. أما بالنسبة لروسيا لا يمكن الفصل حاليا بين الموقف الروسي والسوري، فالنظام الروسي يجد مصلحته في دعم سوريا، وبالتالي سياسات روسيا كلها تنصب في إضعاف المقاومة وتقوية موقف النظام. وبالتالي فعلاقات الروسية أو الاتصالات الروسية مع المعارضة السورية، إن كانت كردية أو عربية، تستهدف إلى خلخلة هذه المعارضة وإضعاف موقفها. واستفادت روسيا أو الموقف الروسي من التدخل التركي عام 2019 ومنعها أو وجود
روسيا حاليا كقوى في منطقة شرق الفرات خلق نوع من الخوف لدى الأحزاب السياسية ولدى بعض المكونات المنطقة، وبالتالي أثرت على الخطاب السياسي. لو كانت الأوضاع طبيعية أو كان هناك في تفاهم لما تأثرت العلاقات الكردية هنا، خاصة أنا بقصد ما بين البيانكة والمجلس الوطني الكردي بالاعتقالات الأخيرة. ربما لما حدثت هذه الاعتقالات، لكن بسبب التباينات والتباعد في المواقف السياسية والعلاقات الكردستانية أعطت حجم أو ازدادت التوتر والخطاب الكردي أو الخطاب بين الطرفين في الفترة الأخيرة اتسم بنوع من الحدية ومن الاتهامات المتبادلة. حقيقة الاعتقالات السياسية شيء مرفوض، يجب أن تتم هذه القضايا من خلال الحلول السياسية، وليست الاعتقال لا يمكن